حامل يا دكتور أصوم ولا ما أصومش؟ صومي. طب بدوخ وبهبط وما بقدرش أكمل اليوم، خلاص افطري. طب أنا عايزة أكمل الشهر ومش عايزة أفطر وأضيع رمضان وكده، خلاص صومي. ده معناه إيه؟ ده معناه إن مفيش قاعدة عامة تمنع الحامل إن هي تصوم، لكن في حالات معينة أو في مشاكل معينة لو هي موجودة عند الحامل، في الحالة دي هي ممنوع تصوم من أول الشهر. إيه الحالات اللي ممنوع تصوم من أول الشهر؟ لو الحامل مصابة بأمراض مزمنة زي الضغط أو السكر أو مشاكل في القلب، بتاخد دواء سيولة بشكل مزمن، ففي الحالة دي هي ممنوع تصوم تماما من أول الشهر. كمان لو هي حامل في توأم سواء ثنائي أو ثلاثي، التوأم في الغالب يا إما بيكون الأجنة الاتنين أو التلاتة وزنهم ناقص، أو واحد في الاتنين وزنهم ناقص، ففي الحالة ديت ممنوع ان هي تصوم. ايه تاني؟ لو انتي مصابة بأنيميا زيادة عن اللزوم، يعني الأنيميا بتاعتك تقل عن 10 أو 9، في الحالة دي طبعا يفضل ان انتي تفطري. ميعاد الولادة قرب والهيموجلوبين عندك مش مظبوط، او الدكتور قالك ان المية ناقصة او وزن الجنين قليل، ففي الحالة دي برضو المفروض ان انتي ما تصوميش وتفطري. دي الحالات الاجباري فيها ان انتي تفطري او ما تصوميش من اول شهر رمضان، لكن غير كده مفيش اي حاجة تمنع ان انتي تصومي. فصومي وجربي بنفسك، وفي النهاية انتي الحاكم. لقيتي نفسك قادرة تصومي ومفيش مشاكل، ونظريا او علميا مفيش مشكلة تمنعك من الصيام، فتمام تقدري تصومي. لقيتي نفسك مش قادرة وتعبانة وما بتقدريش تكملي يوم وده مأثر عليكي، فانت الحكم ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وفي الحالة دي تقدري تفطري.